العملية السياسية اليمنية. الإطار الجنوبي معناته أن احنا وين أبناء الجنوب من هذه المفاوضات؟ وين نحن؟ ما فيش مفاوضات. يعني إذا ما يخش يعني فريق انتقالي وفريق جنوبي، حتى مش انتقالي جنوبي، يعني احنا ما ننكر الآخرين الموجودين. الفريق الجنوبي يقول نحن أثناء العملية السياسية وتشكيل حكومة ونظام سياسي قادم لليمن نحن هنا موجودين، حقنا بالجنوب نشتيه. خلال المرحلة الانتقالية لازم نخارط الطريق. خلال 4 سنوات القادمة نقول نحن هو الحوثي هو عدو، ولكن بالنهاية لازم نجلس على طاولة حوار واحدة معه مشان تكونوا بالصورة، ونفك الشراكة هذه ونبقى جيران زي أي جيران زي أي دولة ثانية. الجانب السياسي أعتقد إلى الآن فل، لا أحد يشكككم ولا أحد يقول لكم أن الوضع هامد أو أن الآن المعنويات الآن مش عارفين وين رايحين. لا أقول لكم مش عارفين وين رايحين، احنا رايحين لاستعادة دولة الجنوب وعاصمة عدن. هذا الكلام بيحصل، هذا الكلام بيحصل بكل الطرق والوسائل بنحققه. وطالما معانا رجال أشاوس وبواسل على الحدود وداخل المدن، حقنا سيغار كامل بدون نقصان إن شاء الله تعالى. وبالطرق الذي نراها مناسبة نحن بنسير مع المجتمع الإقليمي والدولي في كافة مسارات. الجانب العسكري أنتم تتابعوا ما يقوم بالحوثي من تصعيد في باب المندب. باب المندب ممر دولي، طبعا ممر دولي للعالم كله، مش شو لنا وحدنا، ويعتبر أمن قومي للمنطقة. ولما نقول أمن قومي معناته أن يعني الغذاء والدواء والوقود اللي يوصل لعدن ونحن بنأكل نشرب منه بيقطع لو سكتنا وتفرقنا بيقطع علينا. بنقول ها كيف ما معاشي، لا ما في سفن، ما في غذاء، ما فيش حبوب. لا احنا ساكتين من المجتمع الدولي بيقول لك إذا أنت ساكت أنا باقي بالنيابة عنك. فالجميع يعلم أن موقف المجلس الانتقالي إلى جانب المجتمع الدولي في باب المندب، إلى جانب المجتمع الدولي. وهذا الممر هذا ممر غذاء ودواء ووقود وأمن قومي إقليمي ودولي. هذا الممر ما هوش ملك واحد، سنبقى إلى جانب المجتمع الدولي بكل ما أتينا من قوة وضد الحوثي إلى العظم. أنت من شان يعلم من يعلم، وهذا موقفنا الثابت والدائم. وكل واحد يقول للآخرين إن هذا موقفنا ولا تستحوش. موقفنا هذا ثابت، وعليكم أن تعلموه ولا تترددوش بالقول بهذا الموقف داخل الشارع والمجتمع. ولا تخافوا، موقفنا قوي، نحن أصحاب أرض وسيادة. فحقنا بيعاد عندما نسيطر على أرضنا، ويعني مياهنا الإقليمية هذه اللي يتم فيها العمليات العسكرية والقرصنة. لكن سنبقى إلى جانب المجتمع الدولي، سنبني قواتنا البحرية وخفر السواحل بدعم أممي وإقليمي إن شاء الله تعالى. هذا موقفنا الثابت إن شاء الله تعالى، وسيثمر بالمستقبل بإذن الله تعالى. وستعاد عدن زي ما كانت، زي ما تعرفوها أعتقد، وتعاد قواتنا المسلحة وسيادتنا زي ما كانت بإذن الله تعالى. حبينا نقول لكم اليوم هذا يعني الموقف الخارجي طبعا، وبالنسبة لموقفنا الداخلي، ونحن نتابع نشاط المجلس الانتقالي في كل المحافظات والمديريات. طبعا أنا أقول للأسف أن يعني وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامي أثرت على كثير، وبيأثروا بها. لو نزل أحيانا بيان مسرب زي هذا اليوم، الآن مش عارف من يقول لي أمس يقولوا إنه عادل الزبيري جلس مع إسرائيليين ومش عارف إيش وجلس معاه، والناس يداولوا. هذا كلام فاضي ما له أساس من الصحة. لكن أنا أقول لكم أن الوضع السياسي والعمل التنظيمي داخل المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديريات والمحافظات ليس بالمستوى المأمول الذي نريده نحن بهذه المرحلة، والذي تريدوا أنتم برضه. أنا أعلم وعلم اليقين أن الوضع الاقتصادي هو المؤثر على الكل، بما فيهم قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي. لا نعفي أنفسنا من الخدمات ودفع المرتبات والشغلات هذه كلها، لكن نقول لكم أن الموقف ما هوش سهل الموقف القادم. ولا نريد أن نرهبكم، لا، نريد أن تستعدوا له وكلنا نستعد له. حريتنا وكرامتنا وسيادتنا ننتزعها انتزاع من الشماليين بشكل عام. أنا أقول من الشماليين بعضهم شركاء معنا، بننتزعها انتزاع، والانتزاع هذا صعب ما يجيش بسهولة. صعوبته أن احنا الآن بنمشي بمرحلة اقتصادية صعبة
يمكن رواتب تأخر شهر شهرين 3 أشهر ممكن، لكن ما بنتراجعش ولا بنستخرب قوتنا المفرطة ضد أي واحد يخرج يقول أنا أشتري راتب من حقه. لكن ما نقول يا ابناء عدن تعالوا هذا البنك المركزي وهذه الضرائب اشرفوا على ما هو متوفر، وزعوه طول العرض، ما عندنا مشكلة. ما يدور باب المندب هذا بيأثر على الاقتصاد وبيأثر على الحبوب وبيأثر على الدواء وبيأثر على كل شيء. يمكن بنصل إلى مرحلة صعبة جدا إذا لم ننطق اليوم، إذا لم نوقف مع المجتمع الدولي اليوم بقوة. الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي، ما يحب المؤمن الضعيف. وين رايح، شمال ولا يمين؟ لا احنا اصحاب اليمين، احنا مش اصحاب الشمال. فالان متطلب ان احنا نتماسك ونكون فريق واحد، الان نحافظ على المجلس الانتقالي الجنوبي اللي يتكون، يبقى عيدروس الزبيري او يبقى علي الكثيري او يبقى اي واحد مننا، ما عندنا مشكله، المهم يبقى المجلس الانتقالي، يبقى حامل لقضيه الجنوب. لا نجي ندمره وبعدين نرجع نقول نبني من جديد. هذا الكلام شوفوا ما عارف قاعده تصبح عاده وثقافه عندنا، ندمر الموجود نبني من جديد، ما عارف يبنى من جديد. اذا ما نستغل الظروف هذه اللي التحالف معنا وقفوا معنا وبنوا معنا الى هذه المرحله، يمكن كنا محتاجين الى البناء هذا اللي احنا محتاجين له من 2007 الى الان، محتاجين لنا كنا عشرات السنين، وانتم عارفين هذا الكلام. ما نقدرش نوفر كنا معدل او اربيجي لما يعني نشتريه، ما نقدر نوفره، نجلس نجمع 2 3 سنين لما نشتري قطعه ندرب بها الشباب. فهذه يعني انتم مناضلين وانتم قدوه. يعني العلاقات الداخليه بين في الجروبات او داخل الاجتماعات يجب ان تكون لها قدسيتها. القائد اللي هو ضعيف ما حد يحترمه داخل القياده المحليه، انا متاكد. اذا في قياده ضعيفه على راس القياده المحليه او يعني انها تتعامل بمدني زياده او بقانون، احيانا يتطلب منك انك تفرض امر واقع. هذا موجود في الجنوب كله، مش موجود في عدن ولا بالمديريات او المحافظات، موجود في كل مكان. اتكلم انا عن المجلس الانتقالي وقيادات المحليه، ويعني القيادات المحليه بالمحافظه والمديريات وايضا الهيئات التنفيذيه داخلها. التماسك وعدم التخوين باي هدف لاي قائد يعني راح او لعلاقات متشعبه، ما نخونش. نحن هدفنا كبير، احتواء الجنوبيين مطلوب من اي انتقالي. انت قائد، انت قدوه طليعه اليوم، انت اليوم الجنوبيين يشوفوك انك قائد. مش عيب انك تجلس مع اي واحد كان مع النظام السابق وتقول له تعال يا صاحبي الان الجنوب حقنا كلنا، مش حق واحد. او كيف ان الشعب بعدين يثق بك انت كانتقالي انك تكون بكره يعني تقود دوله الجنوب، صح ولا انا غلطان؟ ما في غيرك. كيف تامن الناس انك انت ما تنتهك اعراضهم؟ كيف تامن الناس ان حقهم السياسي مكفول؟ كيف تامن حقوق المراه، حقوق الشباب؟ الان على